ده عسل، وكل اللي بيشوف الفيديو ده حاليا ناس زي العسل، وما ينفعش عسل يقابل عسل غير لما يصلي على النبي. وما ينساش يعمل لايك للفيديو وشير علشان اقدر استمر على خير. زي ما مكتوب كده في عنوان الفيديو، اوعى تشتري عسل من غير ما تعرف مصدره. والنهارده احنا عند مكان مخصص لبيع عسل النحل، والمكان هنا مش مجرد انه بيبيع عسل بس، ده كمان بيتم انتاجه في مناحلهم الخاصه بجوده عاليه في مناحل الحسيني. تعالوا نتعرف على المكان ونعرف كل التفاصيل مع بعض، وكمان نتعرف على انواع العسل وفوائده. وخليكم معانا للنهايه علشان تستفيدوا كمان بالعروض والخصومات اللي موجوده هنا. السلام عليكم، ازيكم؟ محمد تواصل معايا وقال لي احنا عندنا محل عسل جامد قوي وبنقدم فيه جميع انواع العسل كمان من المراحل الخاصه بتاعتنا. فانا جيت بقى عشان نشوف الكلام ده بيقول ايه والكلام على ايه النهارده في الانواع اللي انا شايفها الكتير اللي قدامي دي. دلوقتي معانا بقى ابو محمد، هو المسؤول عن المكان، ابو محمد الحسيني، صح كده؟ نسبه لاسم المكان يعني وكده، الحسيني. هو هيعرفنا بقى الانواع العسل اللي موجوده دلوقتي، يعني لان انا شايف ما شاء الله انواع كتير، فاحنا طبعا ما عندناش خبره في الانواع دي. ابو محمد هيقول لنا على كل حاجه. احنا في مناحل الحسيني بننتج اكتر من 10 انواع عسل بسبب طبيعه المناخ المتغيره لجمهوريه مصر العربيه. يعني مثلا احنا عندنا هنا في القليوبيه بننتج حوالي 3 انواع عسل فواتح، منهم موالح وبرسيم وموز، وفي اعسال تانية بنضطر ننقل النحل عليها في اماكن تانية من صعيد مصر، ننتج شمر وسدر وصنط وبردقوش. فاحنا عندنا جميع انواع العسل، وانواع عسل متعدده ولها رائحه مميزه ومذاق خاص. العسل غذاء ودواء، مش مجرد حاجه مسكره انت بتاكلها، عسل شفائي. لما تيجي تجرب عندنا العسل هنا لابد من كل عسل يكون لها ريحه مميزه وطعم مميز. عسل الموالح تتميز منطقه القليوبيه بالاخص طوخ بعسل الموالح، واماكن اخرى تتميز باعسال اخرى. وحضرتك ممكن تقدر تتذوق معانا دلوقتي وتشوف انواع العسل. هو انا شايف انواع كتير ما شاء الله يعني، فاحنا مش عارفين بقى الانواع دي، غالبيه معظم المشاهدين مش عارفين برضه الانواع يعني. اكلمها لك بطريقه عاميه. تمام. بالنسبه في العسل بيتقسم نوعين، عسل فواتح وعسل غوامق. ايوه، في فعلا لون غامق وفي لون فاتح. تمام. العسل الفواتح ده تملي بينتج هنا في منطقه وجه بحر زي الموالح والبرسيم. حلو. بالنسبه للغوامق بتنتج تملي في صعيد مصر. حلو. زي السدر، زي الشمر، زي الصنط. دي كلها اعسال مميزه جدا علاجيه، تبقى من مصدر ثقه علاجيه. تملي انصح اي حد يشتري عسل يشتريه من مكان ثقه، راجل منتج، سواء بيبيعه في محل او بيبيعه عادي من خلال منحله، مفيش اي مشكله بالنسبه للمستهلك لما ياخد حاجه من قلب المنحل. طيب يا محمد، بص احنا هنعرف بس المشاهدين، وهعرف معاك برضو، هتبقى افاده ليا برضو والمشاهدين. هنعرف بس انواع العسل في السريع كده وشكله برضو كمان، يعني حسب لونه وحسب شكله. تمام. يعني مثلا هنبدا بده. بالنسبه ده عسل برسيم، نوره البرسيم. تملي بيبقى له داكن شويه عن عسل الموالح. الموالح بيبقى افتح درجه او درجتين من البرسيم، يعني ده تحس ان هو ذهبي شويه. بيبقى ذهبي مايل لان بيبقى فيه نسبه حبوب لقاح اعلى من الموالح، هي اللي بتغير لون العسله. نسبه حبوب اللقاح تملي هي اللي بتغير لون العسل من فاتح لغامق لاغمق. تمام. وعلى حسب برضو الرحيق وعلى حسب الزهر. فده عسل نوره البرسيم، دي عبوه 1 كيلو. منها برضو عملنا زجاج وعملنا بمبات وعملنا شغل بحيث لا بمبات بتبقى بلاستيك زي كده، عشان لو حضرتك عايز تسافر تبقى وزنها خفيف في الشحنه وكده. وفي نفس الوقت بتبقى البامب ده بيساعدك في ان انت ممكن عايز تعمل سندوتش عبوه مزدوجه الفتح، عايز تحط على زبادي تحط. بس ده مش زهره البرسيم، لا ده زهره اعشاب بريه، صح كده؟ لانه غامق. دي بامب بتشتغل منه عادي، غير مثلا معانا بطرمان زي كده. ده عسل اعشاب. ده عسل اعشاب. ايه فايدته مثلا او من مميزاته ايه مثلا؟ ده اول حاجه بيفيد جدا في زياده مناعه الجسم. عسل الاعشاب زياده المناعه، زياده اي اعسال غامقه بتزيد في زياده مناعه الجسم. حلو. لان هو بيبقى فيه ماده البروبلس عاليه. ماده البروبلس دي ماده مضاد حيوي ممتاز جدا، بيفيد في الامراض المستعصيه. حلو. عسل الاعشاب ده اعشاب كراويه على ينسون على زعتر. تمام. نشوف نوع تاني. ده ميكس، يعتبر ميكس من الاعشاب. عسل الموالح دي تتميز بلونها الفاتح، دي لسه مفروزه عندنا من حوالي اسبوعين، تتميز بيها عسله طعم وريحه. ممكن حضرتك تشم كده سندباد؟ تمام. خش كده شم ريحه العسل. ريحه زهور طعم وريحه. دي عسل درجه اولى، عسله الموالح اهي، برضو متعبي منها بامب الكيلو. وري له يا محمد لون العسل عندنا. عسله الموالح، لون عسله الموالح ده بامب الكيلو. ده برضو موالح صح؟ دي زهور الموالح تقريبا. ده عسل السدر صح؟ ده عسل سدر مصري اللي هو جاي من شجره النب، افخم حاجه تقريبا واغلى حاجه بيبقى موجوده، صح كده؟ هو بالنسبه لعسل السدر المصري هو عسل جاي من شجره النب، وشجره النب دي موجوده في صعيد مصر، وموجوده متميزه اكتر في منطقه الاقصر والقنا. بالنسبه لعسل السدر المصري هو عسل مناعي، الانتاجيه بتاعته بتبقى قليله شويه في مصر، فبتبقى سعره عالي شويه، وهو يعتبر من اعلى الانواع العسل في مصر لما يكون عسل بيور درجه اولى. عسل مناعي. ممكن حضرتك تتذوق العسله؟ تمام ماشي. اي عسله هنا تتميز بريحتها. حضرتك شم ريحه لازم تشم ريحه العسل الاول. ايوه ريحتها مختلفه عن الثانيه شويه. هات لي يا محمد معلقه. في الاول هنسمي ده عشان الكلام يروح، بس هنشوف بس القوام ده كده. استنى الاول ناخد تقريبا كده. يلا طيب احنا هندوق ده ماشي؟ ندوق على طول ولا هنعمل لا ممكن تدوق من بامب التذوق افضل، لان بيبقى العبوه لها وزن خاص. ده بامب التذوق. ده بامب التذوق. لو حد عاوز يجرب مثلا يدوق عادي براحته، يتذوق العسل، يشم العسل قبل ما يشتري. وده مجانا على فكره،
ده مجانا ممكن يتزوج أي حد براحته، ممكن يجي يتزوج يتزوج براحته. براحته عادي ما فيش مشكله خالص. عامله زي حوار التيست بتاع العطور، لو انت واقف عمال لا بس كل براحتك تزوج، حريه التزوج براحتك. نتزوج كل الانواع. ابعت ادوق دوق خش. اصلا عندنا منتج كمان جديد يعني من النحل اسمه براويز الشهد. برواز الشهد اهو معاك اهو مع حضرتك اهو. ده منتج تاني من منتجات خلية النحل، هو عباره عن براويز عسل صافيه، براويز عسل الشهد. تملي معظم العملاء بيلجأوا لشمع العسل داخل البرواز لضمان الجوده، يعني في ثقافه عندنا في مصر هنا يقول لك العسل في البرواز هو يبقى عسل جيد جدا، فاحنا برضو بنوفر المنتج ده عندنا هنا في مناحل الحسيني بغلاف كويس بشكل كويس بالمنظر ده كده. ده بالنسبه لبرواز الشهد كمنتج من منتجات الخليه. احنا هنوريك برواز الشهد اهو، احنا بنغلفه بالمنظر ده حفاظا عليه، وفي نفس الوقت لو حد عايز يسافر بره مصر بيه او اي مكان ما يتعبوش في المطار. ادي البرواز معاك اهو. ده في عسل؟ طبعا ده خليه ونحل وشغل لا عالي. ده برواز شهد متكامل عسل. الخليه افهمك اكتر يا سندباد. الخليه بيبقى فيها براويز حضنه زي كده، دي اسمها براويز حضنه اللي هي الزريعه. الخليه بيبقى فيها 10 اطارات نحل. 10 اطارات دول بيصادف فيهم بيطلع ممكن برواز او 2 شهد زي اللي كان معايا قبل كده. اما معظم النحل بيبقى عباره عن براويز حضنه زي ما حضرتك شايف كده. الجزء اللي بيبقى فيه عسل بيبقى الجزء اللي فوق، اما بتصادف معانا برواز او 2 شهد بيبقى ربنا يعني مدينا فيض كويس في الموسم وبيبقى فيه عسل كويس، فالنحل بيعمل برواز خالي من الحضنه خالص، فاحنا بناخده بنبيعه للمستهلك بالشكل ده كده. طبعا زي ما اتكلمنا ان الخليه فيها براويز حضنه، برده فيها براويز الشهد. براويز الشهد دي عباره عن عسل صافي زي ما حضرتك شايف كده، تغلف كده. ده بيتاكل منه على طول صح؟ بص قرب معانا كده شوف كده، ده ختام العسل، ده عسل مختوم. اما ده لسه عسل مفتوح، بيبقى من نهايه الموسم، ما بيبقاش الموسم متكامل في الرحيق، فالنحل بيختم على العسل المختوم. ممكن معايا يا محمد كده؟ بص انا هوريكم العسل اهو. بص بقى هو يمد ايده يلا كله ياكل على طول بقى. ده شمع جدا مفيد للمعده مع العسل. شايف المنظر يا خالد؟ هنودي خش تاني. ده بالشم. طبعا من دلالات ان العسل يبقى نقي وصافي وعسل درجه اولى بتبقى مضمونه 100% ما فيهاش اي شيء، اهي عسل. طبعا بالنسبه للبرواز الشاهد ده بيبقى وزن 2 كيلو 2 كيلو ونص كيلو ونص. في زبون ما بقاش عنده المقدره انه يشتري البرواز ده، فاحنا بدانا نجيب علب زي كده ونبدا نقطع فيها البرواز اجزاء. العلبه دي نص كيلو شمع صافي متاحه لكل العملاء، بحيث برضو اللي ما عندوش مقدره ياخد البرواز على بعضه فياخد نص كيلو منه او كيلو ونص زي ما هو عايز. ده بالنسبه لمنتج الشمع. عسل المكسرات دي عسل انا العسل ده بحبه قوي. ما انت لازم، مصر كلها بتحب المكسرات، مش عارف ليه، ما تقريبا كلنا كده. عسل المكسرات ده مفيد جدا للذاكره ومفيد للاطفال، بس المهم يكون محطوط في عسل برسيم درجه اولى نقي، لان المكسرات مع العسل النقي مفيد جدا، لكن المكسرات مع عسله مش كويسه دي هي المشكله. معظم اللي بياكل عسل مكسرات لا مرضى لا اطفال، فتملي اللي بيشتري عسل مكسرات ما يفرحش بالعروض الرخيصه وما يفرحش بالاسعار الرخيصه، يدور على المصدر الموثوق منه اللي يشتري منه الحاجه اللي زي كده. لازم المكسرات تكون محمصه وفيها تمليحه بسيطه عشان تبقى مذاقها عالي. احنا هندوق على طول. دوق على طول. احنا بحب المكسرات. المكسرات عباره عن لوز وبندق كاجو كده تقريبا. عايزين اللوز، لوز عين الجمل صح، كاجو بندق تحت في ارضيه هاخد معلقه ميكس كده. لا انت تاكله كله. لا مش هقدر. هاخد معلقه ميكس كبيره كده. طبعا برضو في عبوات نص كيلو وربع كيلو. المكسرات بقى مش محمصه. ساعات كنت بلاقي قنوات زي كده بحس ان المكسرات جوه تحسها ان هي شويه طريه. السوق فيه كل حاجه. بقى احنا من هنا بنتحرى ان احنا نجيب مكسرات فريش ونحمصها على ايدينا ونحطها في العسل. انتوا اللي بتحمصوها؟ احنا اللي بنحمصها واحنا اللي بنحطها في العسل. عين الجمل بس اللي متحمص، اما البندق واللوز والكاجو كله بيتحمص عشان تفضل محتفظه بجودتها. احنا برضو سهلناها شويه على العميل. لو عميل مثلا عايز يجرب ويدوق العسل، يدوق جميع انواع العسل الموجود، بدل ما اجبره ياخد 4 كيلو عسل، النهارده عملت له عرض
في 3 تنصاص انواع مختلفه، يعني ده في نص اعشاب ونص موالح ونص برسيم، بحيث انه يقدر يجرب براحته العسل اللي هو عايزه في عبوه واحده متغلفه بالمنظر ده كده. ممكن برضو يوديها هديه لحد، يزور بيها حد، تبقى حاجه كويسه معاه. وبرضو عملنا عرض تاني عباره عن 4 ارباع، في ربع مكسرات، ربع عسل برسيم، ربع عسل موالح، وربع اعشاب. ده برضو عباره عن كيلو عسل مشكل. بالنسبه للعميل بتبقى حاجه كويسه برضو ان هو يجرب الاول خالص، وفي نفس الوقت يرتاح لعسله معينه، او يبقى محتاج عسله من نوع واحد يبقى ده جميع انواع العسل، بعد كده اللي هو عايزه يبقى موجود. وعندنا برضو عرض تاني بنعمله ان شاء الله قريب، بنحاول نجيب ال10 انواع عسل في عرض واحد، في علبه واحده هتبقى عباره عن 2 كيلو ونص، بحيث ان العميل ياخد راحته يتذوق براحته، وفي نفس الوقت ممكن العميل يكتفي بيها ان هي تبقى بالنسبه له حاجه كويسه عنده في البيت. ايه بقى دي بقى؟ ده مش عسل ده مش عسل، ده عباره عن مكونات العسل كلها، خلطه العسل الموجوده، كل اللي بينتج من الخليه بيتحط في البطرمان ده، بيبقى عباره عن غذاء ملكات، عسل نحل، بروبلس، جينسينج، حبوب لقاح، وبنضيف عليه طلح النخل عشان طلح النخل مفيد للذكوره. دي خلطه بنعملها اسمها خلطه طاقه للجماعه اللي هم بيحبوا الرياضه، للجماعه اللي هم متجوزين جديد. هي خلطه كويسه جدا، مفيده جدا، امنه جدا، وفي نفس الوقت مكلفه شويه، بس عاملين عليها عروض. احنا كده هناخد عروض لصفحه سندباد، صح كده؟ عاملين عليها عروض. احنا طبعا مش هنقول اسعار، اللي عاوز يسال على اسعار هنخليه يجي لك على الصفحه، وهنسيب كده ايه ارقام التليفونات وكل حاجه، بس احنا عاوزين عروض. بالنسبه بقى للعروض والخصومات، احنا كده بقى لنا حوالي من اول رمضان عاملين خصم على كل كيلو عسل 10%، لكن بالنسبه للتجديدات الجديده وعشان خاطر السندباد يعني هنعمل ربع كيلو عسل برسيم بالشمع هديه، بالشمع كمان، بالشمع مع كل كيلو عسل بيخرج من المحل. يعني هو شكل العلبه دي شكل العلبه اللي فيها ربع كيلو عسل برسيم مع قطعه شمع، مع كل كيلو عسل بيخرج، اي كيلو عسل بيخرج عليه ربع كيلو شمع هديه من مناحل الحسيني عشان خاطر السندباد. تمام. وطبعا لو كل ما زادت الكميه كل ما زادت الهدايا، ما براحته بقى. وفي النهايه بقى حابب اعرفكم ان عنوان محل مناحل الحسيني في مدينه طوخ في محافظه القليوبيه، على طريق مصر اسكندريه الزراعي كيلو 36 بعد مول العابد على طول، واحنا جايين اتجاه القاهره في مدخل مدينه طوخ على طول. وارقامهم اللي ظاهره قدامكم على الشاشه لو حابين تتواصلوا معاهم وتعرفوا تفاصيل اكتر وتستفيدوا من تجربه عسل مناحل الحسيني. ومع السلامه يا غاليين، نشوفكم في فيديو قريب وجديد.